بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا غالين في قناة مشترياتي وأكلاتي مع أم عمر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله رب العالمين اليوم واخداكم معايا كده جولة في أسواق السويقة وفي المنفوحة. ما شاء الله تبارك الرحمن. في أسواق السويقة اول ما وصلنا على طول احنا كنا رايحين نجيب غرض بسيط كده، يعني رايحين نجيب قمصان وجلاليب نسائي كده صيفي، ونرجع على طول نروح على المنفوحه. ما تاخرناش خالص في السويقه، هو يا دوبك ايه ربع ساعه كده تلت ساعه وطلعنا على طول. ما شاء الله تبارك الرحمن. اول ما دخلنا السويقة على طول احنا دخلنا على المحل ده، ما شاء الله تبارك الله، لقينا فيه كل اللي احنا عايزينه. بصوا يا جماعه، انا لما بكون رايحه السويقة الليموزين بيوقفني على طول مقابل كسر المصمت كده، في اول السويقة كده. يا دوبك مشيت كام متر بس، يعني دي مقابل المسجد، هتشوفوه معايا في الصورة دلوقتي، مقابل المسجد بتاع كسر المصمت بالظبط. ما شاء الله. المحل ده لقيت فيه بصراحة أول مرة أدخله، تقريبا جديد أو حاجة زي كده، لأن أول مرة أشوفه. لقيت عنده جلاليب قطن ما شاء الله تبارك الله. عنده طبعا أسعاره بتبدأ من 20 ريال. القمصان اللي هي كانت في الأول دي خدنا منها على 20 ريال، الجلاليب دي على 45. بيقول قماش إماراتي تقريبا أو حاجة زي كده، بس تحفة تحفة وطرية يا جماعة. يعني مثلا في الصيف اللي احنا فيه، النار اللي احنا فيه ده، ربنا يلطف بالعباد يا رب. حلوة خالص خالص في الصيف اللي احنا فيه دي. قمشتها قطن وتحفة. عنده جميع القمشات اللي حنينة اللي انتوا عارفينها دي، اللي بترطب دي، من اول القمصان لعند الايه. ممكن جلاليب استقبال حلوة كده بنص كم، ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتوا شايفين تشكيلة كبيرة خالص. انا خدت منهم وجارتي وصاحبتي ام حسن طبعا انتوا عارفينها خدت منهم، ما شاء الله تبارك الرحمن. اهي شايفين شكلهم ممتاز ممتاز. بصوا شكلهم حلو وتفصيلتهم حلوة وبسيطة، وكمان مبحبحين كده وواسعين. يعني بصوا في جميع المقاسات حداه، متوفر عنده جميع المقاسات. على 45 تقريبا، اللي هي المقاس الكبير خالص على 50 زي كده يعني. اللي في الاخر خالص اللي فوق بعض احنا خدنا منهم برضو قمشتهم قطن تحفة. دي المحل يا جماعة. بصوا حبيت اجيب لكم المحل كده برضو تبصوا عليه اهو، مقابل كسر المصمت مباشرة. تمام تمام. هنا بقى طلعنا بقى بعد ما خلصنا جبنا كام جلابية قطن حلوين كده وكام قميص، طلعنا بقى على طول على المنفوحة. اول ما روحنا المنفوحة نزلنا عند شيخ البلد اللي هو بتاع الفطير دي. كنا عايزين بصراحة نجيب حاجة حلوة كده، ايه مش ندخل كده واحنا راجعين على العيال فاضيين، فروحنا ايه اللي هو البيتزا بتاعت شيخ البلد دي والفطير والحاجات اللي انتوا عارفينها دي ما شاء الله. رحنا طبعا خدنا الكتالوج ده اللي بيبصوا فيه وطلبنا اللي احنا عايزينه. ركننا في جنب كده، قال لنا 10 دقايق لغايه ما عمل لنا الفطير اللي بالسكر وكنا طالبين بيتزا وحاجات. ما شاء الله عايزه اقول لكم والله ما فيش احسن من عمايل البيت. يعني بصوا مهما الواحد يشتري من بره بتبقى حاجات ترفيهيه كده، بس برضه حاجه البيت لا يعلى عليها ما شاء الله. جبنا بيتزا وجبنا فطير، بس هو اصلا العلب مكتوب عليها بيتزا، بس احنا جايبين ايه فطير برضو ما شاء الله. وجبنا عصير قصب زي ما انتوا شايفين. طلعنا برضو كده في اخر الشارع، رحنا طبعا محل الحاجات اللي هي المصرية، المنتجات المصرية اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة اول مرة اخش محل المنتجات المصرية. ممكن ابو عمر جاب لي حاجة من، يعني من هنا من جانبنا في محل اسمه يا ربي، اسمه البلدي يوكل تقريبا. ابو عمر كان جاب لي منه حاجات، بس انا عمري ما دخلت محل بصراحه في حاجات مصريه. فبصراحه اسعاره حلوه. المحل اللي دخلنا فيه في اللي هو في شارع المنفوحه العام ده، هو في حاجات حلوه طبعا. دي الشوكولاته الكوفرتينا اللي انتوا عارفينها، تشكيله الملبن والحاجات دي بالمكسرات وحاجات كده الاطفال بيحبوها. الكيلو على 20 ريال تحفه خالص، خدنا منه برضو. دي بقى كركديه وينسون وحاجات زي اللي انتوا شايفينها دي. عنده العسلية دي على 10 ريال، خدنا منها برضو للعيال. ندخل عليهم كده ايدينا مليانة يتبسطوا كده ويفرحوا. عنده برضو المشبك، عنده ما شاء الله اهو. عنده العدس اللي هو المصري، بسكوت الشمعدان، الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعمية، الفول السوداني ده
على 16 ريال الكيلو، على 16 ريال. خدنا منه برضو الفاصوليا البيضة بقى ب10 ريال بس تحفة. عايزة اقول لكم مش لما لقيتهاش بالسعر ده في اي مكان خالص. واللوبيا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. عندكم الحاجة يا جماعة، واسعاره حلوة بصراحة، اسعاره عجبتني. تشكيلة النوج او الملبن والحاجات اللي انتم شايفينها دي كلها الكيلو على 20 ريال. انا خدت نص كيلو بس قلت اجربها، بس عجبت العيال. جبت نص كيلو على 10 ريال. وكمان جارة ام حسن جابت نص كيلو، هي اللي ايه خدت لي وخدت لها، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. فالمحلات بتاعت المنتجات المصرية دي في المنفوحة اظن ان هي بتبقى ارخص من اللي هنا في المنطقة حدنا يعني، لان لقيت عنده الاسعار ممتازة ما شاء الله. عنده برضو الشوكولاتات اللي انتوا عارفينها اللي هي منتشرة حدنا في مصر ده، اللهم بارك. وعنده شاي العروسة اهو ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. جميع انواع الشاي الليب طبعا اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. جميع انواع الليب برضو اللي هو المصري. الليب ده الكيلو تقريبا ب32 ريال او ب36 ريال. في الخلطات اللي هي البهارات ديت، خلطة الحواوشي. عايزة اقول لكم بقى، سمعت كتير يقولك خلطة الحواوشي ديت بتوديه في مكان تاني خالص، فقلت اجيب واجرب. بصراحة عمري ما عملت الحواوشي وحطيت عليه بهارات الحواوشي دي، بحط عليه بهارات عادية، فقلت اجيب كيس كده واجرب يعني. رحنا على المخبز. ام حسن كانت عايزة خبز، هي بتحب الخبز المصري ده ما شاء الله. خدنا منه برضو كان طازة طالع من الفرن جميل خالص. انا خدت منه برضو. وجبت ايه للعيال كده جرس من اللي هي بالملبن دي، الواحدة بريال، تحفة برضو ما شاء الله تبارك الله. زي ما انتوا شايفين اهو. دي الشارع بقى اللي هو بتاع وله، عارفين الشارع بتاع وله؟ احنا خدناه كده بالطول من اول شيخ البلد كده وانتوا ماشيين. خدنا كده ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على النبي. في حاجات حلوه يا جماعه واسعارها حلوه. احنا كنا يوم الاربع. وكان زحمه شديد. قلت طب يا رب امال يوم الخميس والجمعه بيبقى ايه بقى؟ ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. مشينا كده برضو محلات عصير القصب اللهم بارك ماليه الدنيا خالص. يعني المكان ده بيحسسكم باجواء مصر خالص خالص، اللهم صل على النبي. اهو شايفين المخابز. عايزه منين، عايزه جرس، عايزه جراجيش، عايزه صامولي. شوفوا كل حاجه ما شاء الله. هنا بقى كنا خلصنا اهي اللهم بارك، وطالعين بقى نشوف لنا ليموزين كده ونتوكل على الله. احنا بصراحه كنا اتاخرنا يعني. اهو ما شاء الله. دي الشارع برضه اهو. في كل حاجة طبعا. في ملاحم برضه هيقابلنا ملاحم كده واحنا ماشيين. اللحمة تقريبا بلدي يا جماعة وحلوة ما شاء الله تبارك الله. انا مرة جبت من هناك ممبار، وجبت كوارع، وجبت حاجات في ملحمة اسمها الريف ديت، اسمع الناس بيشكروا فيها بس بصراحة ما جبتش منها قبل كده. حامص وحاجات تحفة خالص، اللهم بارك. ربنا يرزق الجميع يا رب ويوسع على الكل. وكل سنة وانتم طيبين. طبعا امس كان عاشورة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين يا رب العالمين. ودي الفيديو بتاع النهارده، يا رب كده يكون عجبكم كده ايه، وحطوا لي لايك بقى. تمام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.